الديودرنت معكوش ثمنه، اسرقوه ذنبكم في رقبتي، عشان انا تعبت وجيوبي الانفيه تعبت والمجتمع تعب، وعشان استمرار البشريه بجد. النهارده قضيت اسوأ 5 دقايق في حياتي وانا طالعه اسانسير الجامعه الساعه 8 الصبح، يعني لسه بنقول صباح الخير. ليه انا على الصبح كده اشم الريحه دي؟ والله صدعت من الريحه وانا مش ببالغ. وعامه كلامي للبنات وللولاد دي نظافه شخصيه على الكل، بس حاليا كلامي موجه ليكي انت كبنت، ما ينفعش يطلع منك ريحه وحشه. صدقيني ده عشانك وعشاننا وعشان جيوبنا الانفيه وعشان سلامه المجتمع. هتقولي لي انا مش بحط الديودرنت عشان ما يعمليش ريحه واكون فواحه للي حواليا، وده حرام، وطبعا معاكي حق، بس عامه ايا كان نوع الديودرنت اللي انت بتستخدميه ريحته بتكون فيكي انت، مش بتطلع للي حواليكي، وهو بس بيمنع ريحه العرق وده المطلوب. طيب يا اوزه، ممكن ترشحي لنا ديودرنت يكون كويس مش بيغمق بيفتح وفي نفس الوقت يكون سعره كويس؟ عندي الحل بكل بساطه. الديودرنت بتاع كيارا خلصت واحد وحاليا بستخدم التاني، وتعالي اقول لك ليه لازم تجربيه على ضمانتي. مبدئيا كده ينفع لكل انواع البشره بما فيهم البشره الحساسه، لانه ما فيهوش الومنيوم ولا الكحول، فبالتالي ينفع للبشره الحساسه، فاستخدميه وانت مطمنه. غير كده مش بيغمق حتى بنسبه 1%، بالعكس بيفتح. ليه بقى بيفتح؟ لانه فيه الفا البروتين، كوجايك اسيد، ديرماوايت، وكل المواد دي بتساعد ان الاندر ارم يفتح، ودوت عن تجربتي الشخصيه بجد. مش بس كده، عندك اي حساسيه اي التهاب اتفضلي استخدميه، لان هو فيه نياسيناميد فبيهدي وبيرطب كمان. طيب روايحهم، البينك كوتون كاندي ريحته سويت جيرلي كده وفي نفس الوقت كيوت، لكن الازرق ريحته فانيلا كوكونات، بس الفانيلا اكتر ومسكره كده برده، الاثنين هاديين جدا. نيجي لاهم حاجه، سعره ايه؟ سعره 190 جنيه بس. استني، لما تشتري الواحد هتاخدي الثاني ب 60 جنيه بس، يعني الاثنين هيكونوا ب 250، يعني الواحد هيكون ب 125 جنيه. فانت عاوزه اكتر من كده ايه؟ يعني مش محتاجه تسرقيه، اشتريه.